حبايبي الحلوين، النهاردة هنعمل بصدر فرخة واحد بس أكلة كلنا هنحبها. أيام دي بقى اللي ورا دروس، والأيام الجاية مدارس، وعايزين نعمل حاجة سريعة. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. معانا كوبايتين رز بسمتي، وطبعا الرز لازم يتغسل كويس قوي، بعد كده يتنقع ربع ساعة وهنحطه على جنب. تاني حاجة معانا صدر فرخة واحد بس، هنقطعه مكعبات سميكة شوية. تمام. وطبعا صدر الفرخة بنغسله بملح وليمون، وبعد كده هنشطفه ونصفيه. حل على النار، هننزل بيه 3 معالق زيت، معاهم بقى هنكون حتة سمنة صغيرة بلدي تعزز الطعم. بعد كده هننزل ببصلاية مكعبات مقطعينها بإيدنا كده، بتحسسك بطعم زمان لما البصلة تقطعها بإيدنا بيبقى ليها طعم مسكر خالص. رشة الملح على البصل، وبعد كده هنحط المكونات اللي مش مطحونة: نجمة ينسون، معانا قرفة، ورق لورو، ليمون، وواحدة حبة هنية أو 2. هنشوحهم مع بعض. بعد كده أول ما تحسي إن انتي بدأت تشمي ريحة البصل مع البهارات، هننزل بفصين توم وننزل بالمكونات بتاعتنا: بهارات الكبسة، وبصل بودر، وشوية كزبرة، وما ننساش رشة الفلفل المتينة. البهارات مع البصل بتشوح، وأول ما نشم ريحته هننزل بالفراخ المكعبات متصفية وهنديها تشويحة مع بعض، وهنحط معلقة كاتشب أو رشة سكر وبشر طماطماية. هنقلب كل ده مع بعضه لغاية لما الفراخ تاخد لون. بس الفراخ قطعة الصدر بيستوى بسرعة، عكس الورك لازم يحتاج مية علشان يستوي. تمام. شوحنا بقى الفراخ بتاعتنا لغاية لما تغير لونها خالص وتحس انها دخلت في السوا. هنحط الملح المظبوط بتاعنا، وهننزل بالزبيب ونقلبه، وياريت على نار عالية علشان الفراخ ما تنزلش ميتها. هنصفي الرز وننزل بيه على الفراخ، وطبعا احنا حاطين الملح بتاعنا، عايزة تزودي مرقة زودي، مش عايزة خلاص. هنقلب كل ده مع بعضه لغاية لما الرز يتشوح مع البهارات ومع الفراخ بتاعتنا. بعد كده هنكون مسخنين مية، وزي ما اتفقنا رز البسمتي الكوباية قصادها كوبايتين مية دافيين مش بيغلوا. تمام. واحنا حاطين معانا الملح لون اصفر على طرطوفة المعلقة علشان بيعمل لون جامد. تمام. هننزل بالمية الدافية بتاعتنا على الرز ونغطيه زي ما حضراتكم شايفين، ونقلبه كويس قوي الأول على نار عالية. بعد ما يغلي هنهدي النار خالص ونسيبه يستوي مع الفراخ. تمام. أكلة سريعة وأكلة لذيذة وبصدر فرخة هتأكلي البيت كله، وممكن كمان تعمليها في عزومة. اتشرب معانا، هدينا النار 10 دقايق. الرز بتاعنا كان مستوي وجميل وزي العسل زي ما انتوا شايفينه، مفلفل، ومعانا قطع الفراخ مستوية وطعمها يجنن. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق ودعوة حلوة من قلبكم.